بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنعمل سندوتش الكبده بالرده، كبده امريكي بالرده الجميله، بيتباع بره ب25 جنيه السندوتش ده. معايا الخلطه الاول، معايا ليمون وتوم وخل وبهارات. بنجيب الكبده، طبعا الكبده دي بتكون متقطعه، جايه كده متقطعه شرايح. الكيلو منها عامل 130 جنيه، بتكون متقطعه شرايح كده. بنجيب التتبيله دي او الخلطه دي بنحطها فيها حوالي نص ساعه، وبعد كده بنجهز الخلطه بتاعتنا. بنجيب دقيق ابيض على رده، دقيق ابيض على رده، يعني مثلا كوبايتين دقيق ابيض على كوبايه رده، ونقلبهم في بعض. وادي الكبده بعد ما خدت نص ساعه في التتبيله، نبدا نرصها على الدقيق، ويكون الزيت طبعا شغال على النار، ونبصمها في الدقيق ومن ناحيتين، وننزلها على النار على طول. دي طريقة الكبدة بالردة. الكبدة طبعا واخدة بهارات، فلفل اسمر وكمون وكاري وزعفران وكركم وشطة وملح طبعا، غير ما هي واخدة توم وليمون وخل. بنجيب كل قطعة بقطعتها كده، ونبصمها بالدقيق من فوق لتحت، ونبدأ نرصها في الطبق اللي كان فيه الخلطة عشان تاخد طبعا من تتبيلة الخلطة ديت. وننفض الدقيق طبعا. بنجيب القطعة هيت، بنرش عليها دقيق من فوق ودقيق من تحت، ونتك عليها او نضغط عليها جامد عشان الدقيق يلزق فيها، وعلى طول على الآلية. اهم حاجة ان احنا نبطنها ونضغط عليها جامد وننفضها من الدقيق، وعلى طول بتكون كده جاهزة ان احنا ننزلها في الدقيق. طريقة سهلة جدا، دي طريقة الكبدة بالردة. وهنعمل النهاردة سندوتش، دي مقدار سندوتش واحد، حوالي عن 5 شرايح صغيرة من الكبدة. بنبصمها بالدقيق طبعا، دي زي ما قلنا دي دقيق على ردة، وننفضه من الدقيق. والطبق اللي كان فيه الخلطة هو على طول الزيت معايا، دي زيت اسمه زيت أولين، بيتباع عند أي واحد بتاع سرجة. الكيلو عامل فيه 55 جنيه تقريبا. الزيت بيكون غزير طبعا وسخن. بنبدأ ننزل على الزيت، وطبعا لازم الزيت يكون سخن جدا. خلاص، على طول، هي ما بتاخدش وقت، يدوب دقايق. طبعا الكبده دي اسمها كبده امريكي. طبعا في انواع كبده كتير في السوق. في كبده انضف كبده امريكي، في كبده طبعا كبده هندي، في كبده برازيلي. انضف حاجه الكبده الامريكي، ما بتكونش فيها زفاره. على طول يدوب تشمع على النار كده وتوصل للون ده، بنبدأ نطلعها من الزيت ونصفيها في المصفى، وتكون جاهزة كده على طول على السندوتش. بنجيب رغيف بلدي، ونبدأ نملأ السندوتش بالجمال ده. طبعا عامله زي البسكوتة كده يا جماعة، حاجة جميلة جدا. وبتتقدم مع طبعا كل بنحط عليها ايه، يعني بنزينها. وبتتقدم مع طحينة، مش بتتقدم مع كاتشب، دي بتتقدم مع طحينة. السندوتش ده عامل 25 جنيه، وفي منه بيوصل 30 جنيه، طبعا حسب الحشوة اللي فيه وكمية الحشوة وحجم الرغيف. جربوه، وإن شاء الله مشروع مربح لكم كلكم، والسلام عليكم.